السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونستغفر ربنا وما ننساش الذكر والدعاء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما ننساش ندعي لإخواننا في فلسطين وفي غزة، ربنا ينصرهم على أعدائهم يا رب، اللهم آمين. الفيديو إن شاء الله النهاردة في وصفتين إن شاء الله. ربنا كده إن شاء الله يوفق والفيديو إن شاء الله يعجبكم. أول حاجة نبدأ بسم الله. هنحط في أول حلة من اللي انتوا شايفينها قدامكم الصغيرة اليمات ديت حوالي معلقتين 3 زيت، يعني ربع كوباية زيت كده. وبعد كده هحط معاها نص كيلو لسان عصفور، بس تكون حبته رفيعة الطويلة. يعني هنجيب لسان عصفور اللي هو الحبة بتاعته تكون الطويلة الرفيعة. هعمل النهاردة بديل الرز البسمتي. لو متعودة تجيبي رز بسمتي والرز دلوقتي مثلا غالي غالي جدا كمان، البديل بتاعه لسان العصفور، بس تكون الحباية بتاعته اللي هي الطويلة الرفيعة. حط بقى زيت واحط كمان معلقتين زبدة، وبعد كده اقلبهم بقى كويس جدا، اشوحهم واقلبهم لحد ما اللون يبقى يعني ذهبي بس غامق. انا عاوزة اللون يكون بني فاتح، يعني بين البني وبين الذهبي، اللي هو الاغمق من الذهبي كده، عشان يديني لون بني. انا عاوزة اعمل رز يكون لونه بني، فاللي عايز يخلي اللون فاتح براحته، غامق براحته. ده زي رز اللي بيعملوه في المناسبات الافراح والعقيقة وكده، يعني الطباخين يعني. بس مش هضيف عليه المرة دي شعرية، انا عاملاه بلسان عصفور بس. فهحط زي ما انتوا شايفين معايا اول حلة حطيت فيها زيت ومعلقة زبدة كبيرة، وبعد كده بقى ايه هحط فيها لسان عصفور اللي هو الحبة الطويلة الرفيعة، واقلب كويس جدا جدا واتبع انه ما يتلسعش مني عشان ما يبقاش مر ويغمق. بعد كده هسيبه بقى ياخد اللون، كنت مهدية النار وسبته بقى كل شوية اديله تقليبة. جبت بقى هنا معايا حلة تانية وهحط فيها برضو معلقتين زيت عفوا معلقتين زيت، واحط معاهم كمان معلقة زبدة. المهم هعمل ايه، هشوح فيها اللحمة، هديها صدمة. يعني انا معايا حتة لحمة، هي دي من الفخدة، بس بتبقى فيها حتة من الموزة كده. مهم يعني هاخد بقى انا اقطعها قطع متوسطة واشوحها زي ما انتوا شايفين في حلة مسخناها كويس جدا، واحط فيها معلقتين زيت. هحط بقى اللحمة بتاعتي دي تاخد صدمة من الجنبين، يعني اقفل المسام بتاعتها، وكمان عشان تاخد معايا اللون حلو وفي نفس الوقت ما تغيبش في السوا، وبتبقى طعمها احلى من انها تتسلق على طول في مية بتغلي وكده يعني. فانا هقطعها الاول التقطيعة اللي انا عاوزاها، سواء عايزاها شرايح كده ماشي، عاوزاها آه، قطع متوسطة ماشي برضو، كله تمام هيمشي معايا. فانا هقطعها المرة دي قطع متوسطة زي ما اكون بالظبط هحطها كده في خضار مطبوخ. المهم زي ما انتم شايفين الحلة معايا دلوقتي فيها الزيت سخن، هياخد بحط القطعة تاخد بقى التشويحة بتاعتها، واضيف بعد كده عليها التوابل. انا هقلبها الاول على الوش التاني، وبعد كده اضيف التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي زي ما انتم شايفين قدامكم، انا معايا فلفل ومعايا قرفة ومعايا حبهان مطحون وبابريكا، بس مش هحط اكتر من كده. والملح طبعا بنحطه في الاخر. فهحط دلوقتي زي ما انتم شايفين معايا كده انا قلبتها، وهحط معايا
التوابل معاها وهي بتتشوح على الجنب التاني. هضيف بقى حاجة بسيطة جدا جدا من كل حاجة عشان الشوربة بتاعت اللحمة ما تمررش. كتر التوابل بيمرر الحاجة. فأنا هحط بابريكا حوالي نص معلقة، لكن من كل حاجة تانية حوالي ربع معلقة بالظبط، عشان ما تمررش معايا القرفة أو الحبهان واللوري. والبهارات دي كترها بيمرر، فأنا الكمية اللي أنا بعملها مش كبيرة، فمش هحط معلقة كبيرة، هحط ربع معلقة من كل حاجة. وممكن نعمل احنا التوابل على بعضها بكميات متناسبة مع بعضها في برطمان كده، وبعد كده ايه ناخد منها معلقة وخلاص. لكن انا بحب احط كل حاجة لوحدها عشان بنوع، مش كل مرة بحط نفس التوابل. بعد كده اقطع بصلية حلوة كده، اقطعها بقى ايه حلقات كده او شرايح او زي ما انا عاوزة، صغيرة كبيرة كده كده هتتهري، لان اللحمة بتاخد وقت في التسوية مش زي الفراخ. فالتقطيعة اللي انا هقطعها كده كده هتتهري يعني معايا في التسوية. انا دلوقتي بضيف البصل، وهحط معايا كمان طماطم مقطعة، طماطم كده آه، اربع يعني الطماطمية على اربعة لو هي صغيرة، ولو كبيرة اقطعها اصغر شوية. وكمان هجيب فلفل، ما كانش عندي فلفل اخضر بس كان عندي فلفل في الفريزر اللي هو الفلفل الالوان، فجبت نص قرن كده فلفل احمر وضفته. دي نص ليمونة انا هعصرها كده بين صوابعي عشان اخد البذر بتاعها ارميه واسيب بس يا دوبك العصارة بتاعت الليمون، يعني اخد العصير وارمي البذر زي ما انتم شايفين. يعني مش مستدعية ان انا احطها في العصارة يعني اللي هي المكبس دي. انا بحب ابسط الامور كلها على نفسي، يعني ان انا بشتغل ممكن بايدي اسرع من الادوات يعني. المهم حطيت بصلاية وحطيت طماطم وحطيت نص ليمونة، هحط دلوقتي نص قرن فلفل وقطعه، وهحط كمان نص معلقة من التوم المفروم اللي انا كنت فرماه معاكم لسه عندي الحمد لله، ربنا يبارك فيه يا رب. وما شاء الله يعني ما احتجتش خالص ان انا جبتهم بعدها. المهم بقى بعد ما اعمل كده ابدا برضو اشوح كده الحاجات دي تقلبتين كده كمان لغايه ما تطلع كل الروايح بتاعتها. ده قرن فلفل مطلعاه من الفريزر، هاخد نصه وبعد كده ايه زي ما انتوا شايفين عمال يطلع البرودة بتاعته، مش بخار دوت، مش سخن، لا ده كده بارد طالع من الفريزر. هقسمه نصين، هاخد نص منه بس واقطعه عليها. وبعد كده بقى ايه هقلب بقى التقليبة دي كويس، واجيب عليها كمان التوم، واضيف ميه مغليه عشان تسرع ميه عمليه التسويه، ما توقفهاش وما تبطئهاش. وايدي في الحله التانية كل مدى بديها تقليبه عشان اللون ما يغمقش قوي. سامحوني انا فعلا صوتي مجهد جدا، بتكلم والله يعني باجهاد فظيع. الحمد لله ربنا يشفينا يا رب ويشفي كل مريض. محتاجة دعاكم. ربنا يفك الكرب يا رب ويشفينا ويشفي كل مرضى المسلمين والمسلمات. انا دلوقتي جبت التوم، هاخد منه بقى معلقة صغيرة كده او نص معلقة واضيفها على اللحمة زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك لونها بقى حلو جدا. ابدأ بقى اللي انا انزل عليها المياه المغلية، وبعد كده اسيبها تستوي. ممكن تضيفوا بقى لو محتاجين ان انتوا تسرعوا عملية التسوية اكتر تحطوا معلقة سكر صغيرة، تحطوا ربع معلقة بيكنج باودر. كل الحاجات دي بتتفاعل مع بعضها وبتقلل مدة التسوية. ف يعني ما شاء الله اللهم بارك. جربوا كل حاجة وشوفوا ايه الحاجة اللي هتبقى معاكم مريحكم اعملوها. يعني لو حاسين ان ممكن لو حطيتم بيكنج باودر او سكر والموضوع ظبط معاكم تمام، ما كانش قدامكم الوقت،
احلى حاجه واحلى لحمه تستوي اللي بتستوي على الهادي، انك تهدي النار وتسيبها تستوي مع نفسها، سواء لحمه او فراخ يعني. انا بقى ضيرت الحله تاني، زي ما بقول لكم بقى هنا. هاخد بقى لسان العصفور اللي انا بقلبه دوت، مش عاوزه لونه يغمق قوي قوي، بس انا هغمق لونه دلوقتي بايه؟ بالبابريكا. اول لما هحط التوابل عليه واحط البابريكا لونه كده كده بيغمق اكتر، يعني زي ما انتم شايفين هو لونه اصفر يعني مش غامق قوي. اول ما اضيف التوابل وبالذات البابريكا والقرفه بيدوله لون غامق شويه. فكل واحد فيكم بقى يختار درجه اللون اللي بيحبها. انا بحب الدرجه دي عموما، واللي عندي في البيت بيحبوا الدرجه دي، فبراحتكم. بس انا بديكم ده كبديل للرز البسمتي اللي بيحبوا بقى، سواء اصفر محطوط عليه زعفران او كركم، او اللي بيحب اللي هو يتحمر شكل كده، وممكن نضيف عليه شعرية بقى زي رز اللي هو بتاع المناسبات زي ما قلت لكم بتاع الطباخين. فاللي يريحكم. التوابل بتاعتي عبارة عن رشة آه، فلفل وملح، وكمان هحط بابريكا مش كتير، حبهان وقرفة مش كتير، يعني الحاجات دي مش كتير لان انا حاطه اصلا في الشوربه، وكده كده انا هسوي الرز ده بالشوربه ما بيستويش بالميه، فبيبقى التوابل بتاعته ما كترهاش قوي عشان ما يمررش مني. تمام. يبقى هنحط التوابل عبارة عن فلفل، ملح، بابريكا، حبهان، قرفة، ولو في جنزبيل عادي يعني بحريتك، بس ما تكتريش، وبالذات ما تكتريش من القرفة والحبهان واللوري لو مطحون. الحاجات دي لو مطحونة ما نكترش. اللحمة بقى بتستوي معايا، هبدأ بقى اللي انا ايه، اخد بقى من الشوربة بتاعة اللحمة، اضيف على الرز اللي انا بعمله دلوقتي، عشان ابدأ اكمل التسوية بتاعته. انا هنا هاخد مغرفتين او حوالي كده مغرفتين من الشوربة، بس انا كنت نزلت بالحلة. وبعد كده معايا انا مج فيه شوربة، كان عندي شوربة تانية بتاعت لحمة برضو وكانت عندي فطلعتها وكملت بيها، وهزود بعد كده بقى ايه، مش مشكلة، مش شرط شوربة صافي، ممكن نحط مية نكمل بيها. يعني هي خدت اصلا شوربة مركزة اللي انا حطيتها في الاول، بعد كده هحط معاها الشوربة، ولو عاوزت ازود ميه مغليه عادي مفيش مشكله، واقلب بقى. اول لما تبدا تغلي اهدي النار واغطيها واسيبها تستوي، زي ما نكون بنعمل لسان عصفور، اللي هو شوربه لسان عصفور، هي بالظبط. فانا بقول لكم اللي اقصده يعني من هنا ان ده بديل للرز، بديل للرز. لو الرز البسمتي غالي عليكي ممكن تعملي الوصفة بلسان العصفور الرفيع، اللي هي حبة رفيعة وطويلة. بنعمل منه وصفات كتيرة جدا جدا. ممكن يتعمل رز بقى اللي هو بتاع الكبسة والمندي، ممكن يتعمل الرز اللي هو بالزعفران او بالكركم. اللسان العصفور ما شاء الله شغال يعني في كل حاجة. هنا بقى في الناحية في الطاسة اللي انتوا شايفينها ديت، احط ايه بقى؟ معايا معلقة صلصة، ومعايا رشة فلفل، ومعايا رشة ملح، احط حوالي ربع معلقة ملح او نص معلقة ملح، ومعايا رشة خفيفة خالص من القرفة ورشة من الحبهان. حاجة بسيطة جدا مش كتير خالص. ولو عندي برضو حبهان صحيح او ورق لوري صحيح ممكن احط. فالخطوة دي بقى انا بعمل زي صوص كده للحمة بتاعتي انزلها فيه. لو ما فيش معلقة صلصة ممكن البديل بتاعها معلقة كاتشب، لو في البديل بتاعها لو ما فيش كاتشب او صلصة اخد بابريكا واحط عليها مغرفتين من الشوربة، بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت هنا ايه؟ معلقة صلصة واحدة بس مع معلقة زيت
والمفروض ارش عليها رشة سكر عشان الصلصة اللي انا حطيتها معلبة، معلقة واحدة بس. واحط عليها معلقة سكر صغيرة خالص، واحط عليها فلفل وملح وبابريكا وحبهان وقرفة، بس حاجة بسيطة جدا جدا، ورشة سكر عشان انا ما كنتش حطيتها. هتشوفوني دلوقتي وانا بحطها. المهم بعد ما تغلي معايا واظبط الملح بتاعها، هاخد بقى اللحمة بتاعتي. طبعا ما كانتش لسه انضاف لها الملح في الشوربة، يعني ما كنتش ضفت للحمة الملح لسه. فانا ظبطت التتبيلة بتاعتي اللي انا هاخدها انزل فيها قطع اللحمة، ظبطت الملح بتاعها. يبقى انا بسلق لحمة عادي خالص، بس ممكن الخطوة دي اختياري، اللي عاوز يزودها بقى احسن يعني. بعد ما تشوحي اللحمة وتزودي عليها المية اللي بتغلي، تسيبيها تستوي. وبعد ما تستوي تيجي في اخر بقى حوالي يعني ربع ساعة كده، في الاخر بتاخدي اللحمة تحطها في الصوص ده. يعني بدل بقى لا دبس رمان ولا صويا صوص ولا اي حاجة ممكن نجيبها لو مفيش عندكم. اللي عنده يحط، يعني انا مثلا عندي ممكن احط البديل. ان انا لو ما عنديش صويا صوص او دبس رمان او الصوصات اللي هي الغامقة، ممكن البديل بتاعها ايه؟ ممكن معلقة عسل اسود مع الحاجات اللي انا قلتها، اللي هي معلقة الصلصة، الشوربة، الحاجات دي. ولو مفيش خالص، انا عملت ده البديل بتاعها، معلقة صلصة عشان انا عندي صلصة. فخدت معلقة صلصة، حطيت عليها بمعلقة زيت. دي رشة السكر اهيت قدامكم عشان كنت نسيتها. باخد بقى معلقة زيت على معلقة صلصة، الملح، الفلفل، البهارات بتاعتي، اقلبهم كويس جدا جدا، وانزل عليهم بمغرفتين من الشوربة بس. اخليها تغلي وانزل فيها قطع اللحمة بتاعتي اللي انتوا شايفينها. بسم الله ما شاء الله، بيبقى طعم الصوص ده تحفة جدا. وبص بيتغمس كده لو حتى بعيش، مش شرط برز. هنا بقى على الشغلة دي، انا كنت حاطة على عندي فحمية صغيرة مش كبيرة، هحطها بقى في الاخر. انا بعد ما اديت للحمة بقى خلاص الصوص بتاعها واتشربت منه من كل ناحية، بقيت اقلبها كل شوية كده على الجنب ده والجنب ده. باخد بقى انا بقيت الصوص ده واحطه كده في حاجة، في بولة صغيرة او اي حاجة لو حد حابب ان هو ياخد من الصوص ده. وبعد كده بقى انزل بقى الطاسة، اخلي اللحمة تنشف كويس، واحط فيها ورقة فويل كده وعليها الفحمية اللي انا كنت سخنتها كويس، واطفيها بمعلقة زيت او سقطة زيت صغيرة. وبعد كده اقفل الغطا على اللحمة تاخد طعم الشوي. يبقى لو انا مش مالكة اشوي اللحمة ومحتاجة ان انا اعمل شوربة عشان استغلها في اني لو بعمل رز او اي حاجة انا محتاجاها مثلا، فانا الاول هسلقها وبعد كده هديها التتبيله الاخيره واحط معاها فحميه. ده اختياري للي عاوز طعم الشوي على الفحم. بعد كده بطفي الفحمايه بسقطة زيت او نص معلقه زيت، واغطي اللحمه بتاعتي تاخد الريحه بتاعت الشوي خلاص. وبعد كده تبقى جاهزه للتقديم على السفرة. معاكوا هنا بقى الرز اللي انا كنت عملته معاكوا، اللي احنا قلنا عليه ده بديل الرز البسمتي. بديل الرز البسمتي بلسان عصفور، تكون حبته طويلة ورفيعة. خلاص كده تمام، متفقين مع بعض تمام. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك، الشوربة بتاعتي جميلة جدا. هغرف بقى المج دوت، احط فيه شوربة، وبعد كده بقى هبدأ اغرف الاكل معاكم. صلوا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا ربنا. وما تنسوش تدعوا ربنا وتدعوا كتير، وادعوا لبعض، وادعوا لي دعوة بظاهر الغيب. ربنا يتقبل منكم يا رب ومنا صالح الأعمال. ادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، وادعوا لي كمان ربنا يفك كربنا يا رب جميعا. وما تنسوش تدعوا لإخواتنا وأهلنا في فلسطين وفي غزة، ربنا ينصرهم على أعدائهم يا رب، اللهم آمين.
ما تنسوش بقى تصلوا على النبي كتير وتستغفروا ربنا زي ما بقول لكم، عشان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آه، اثبتوها في التعليقات تكون شافع لنا يوم القيامة. الرز بقى ما شاء الله اللهم بارك بغرفه قدامكم، انا مرضتش احطه في فورمه، هغرفه دلوقتي عشان اوريكم ان هو ما شاء الله زي حبات الرمل، مش معجن، مستوي كويس. كل حباية يعني بعيدة خالص، مش ماسكة في اختها كده ولا اي حاجة، ومفرفر وجميل، حاجة كده اخر جمال. واللحمة بتاعتي خدت ريحة الشوي وبقت جاهزة على التقديم كله، ما شاء الله اللهم بارك. اللي وصل معايا بالفيديو لحد هنا يا ريت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وما تنسوش الاستغفار، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم على عدوهم يا رب. وادعموني باللايك وتعليق حلو منكم، واثبتوا الصلاة على النبي زي ما قلت لكم في التعليقات. وما تنسوش تصلوا على النبي كتير. ويا ريت اللي ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل صوت في والفيديوهات بتاعتي. يلا بقى لايك حلو منكم كده. انا تعبانة والله مش قادرة اتكلم. اشوفكم في رعاية الله، مع السلامة.